حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنولع الفرن وندفي البيت في الجو البرد والمطر اللي شغال ده. دايما هقول لكم وانتي قاعدة في البيت ولعي الفرن واعملي حاجة حلوة للولاد. النهاردة هعمل لكم وصفة حلوة بجد، الوصفة دي أنا بعشقها من صغري. النهاردة مع بعض هنعمل البسكوت اللي بالعجوة اللي دايما كان بيفكرنا بأيام المدارس. دلوقتي تيجي تشتري باكو البسكوت اللي بالعجوة تلاقي حتتين صغيرين ب15 جنيه وتحس ان انتي ما كلتيش حاجة. لا، ده انا هعمل بنص كيلو دقيق كل الكمية اللي قدامنا دي، وكمان هيطلع بسكوت ولا اروع، ما يجيش حاجة ابدا في جماله زي اللي بنشتريه من بره. الكمية دي كلها من نص كيلو دقيق. البسكوتة رائعة، كمية العجوة طعمها رائع ومناسب مع حتة العجين. البسكوت مقرمش وكل حاجة انت حطاها فيه انت عارفة انت حاطة فيها ايه بالظبط. البسكوت ده مش هقدر اوصف لكم جماله غير لما انت تجربيه بنفسك. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ ونشوف هنعمله ازاي بسرعة على طول. ومكونات البسكوت بتاع النهاردة بسيطة جدا. أنا معايا بيضتين يكونوا كبار بدرجة حرارة الغرفة. البيضتين دول هنزل عليهم بكوباية إلا ربع سكر من السكر الخشن والمج بتاعنا العادي. انزلي عليهم كمان بمعلقة كده صغيرة ولا بنص معلقة فانيليا. اضربي بقى البيض والسكر كويس قوي من غير خلاط ومن غير اي حاجه، بالمضرب السلك العادي. بس برضو بنصحك لو السكر خشن تضربيه بمضرب الكهرباء. انا هنا قعدت اضرب كده فيه لحد ما وصل للقوام ده. انت ممكن تسهلي على نفسك الوصفه دي ان انت ممكن تضربيهم في الخلاط او بالمضرب الكهرباء. المهم انك تضربي البيض والسكر كويس جدا بالشكل ده. بعد ما وصلت للقوام ده هنزل بكوباية زيت، يا ريت زيت يكون نوعه كويس عشان طعمه وريحته يبانوا في البسكوت. انزلي بالزيت شوية شوية ومع استمرار الضرب بالشكل ده. كده خلصنا المكونات السائلة. نيجي بقى للمكونات الجافة. معايا هنا 3 كوبايات ونص دقيق، حوالي نص كيلو. انزلي عليهم بمعلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار لبن بودرة، وانزلي عليهم بمعلقة صغيرة بيكنج باودر، وطبعا رشة ملح. دي كل مكونات وصفتنا. شفتوا السهولة بقى؟ ونكمل الوصفة بتاعتنا. هدي تقليبة كده للمكونات السائلة وهبتدي أنزل بالمكونات الجافة. اديتها كده تقليبة عشان كله يختلط ببعض، وهبتدي أنزل بالدقيق ده شوية شوية، وقلبي كده بالمعلقة من غير ما تعجني خالص، شوية شوية لحد ما السكر يدوب ويختلط بالمكونات السائلة بالشكل ده. انا مش عايزه اقول لكم انا يعني متلهفه اشوف نتيجه البسكوت ده ايه. الوصفه دي كانت غايبه عني فين من زمان. وانت بتقلبي كده هتلاقي كده الدنيا لسه ايه ناشفه معاكي. لو حسيتي ان العجينه ما بتلمش ولسه مفروله كده انزلي بمعلقتين لبن، ويا ريت تنزلي بيهم معلقه معلقه علشان العجينه ما تطراش منك. المطلوب ان العجينه تبقى طريه وما بتلزقش. لمي كده من غير ما تعجني خالص. شايفين اتلمت كده العجينه معايا بكل سهوله. العجينه طريه ما بتلزقش. عايزه تتاكدي خدي حته كده وكوريها في ايدك واضغطي عليها. لو ما شققتش يبقى العجينه كده تمام. شايفين الجمال؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. هركنها بقى على جنب واعمل الحشوه العجوه. طبعا العجوه دي بتدي طاقه في الساعه اللي احنا فيها دي غير عاديه. خدي العجوه كده عليها معلقتين زبده سايحه ولا سمنه وممكن زيت ومعلقه قرفه كبيره. افضلي عجيني فيها لحد ما تبقى بالطراوه دي علشان ما تنشفش معاكي في الفرن بالشكل ده. وقبل ما ابتدي في تشكيل البسكوت اول حاجه بحضر الصواني بتاعتي. مسحه زيت خفيفه بمنديل ورقه كده امسحها مسحه زيت خفيفه، وعلى طول اشكل العجوه صوابع بالحجم اللي انت عايزاه. بس مهم قوي ان كميه العجوه تناسب كميه العجين، ما تخليش الصباع تخين قوي ولا رفيع قوي. النص كيلو العجوه دول هيكفوا بالظبط المقدار اللي انا قلت لك عليه، وطبعا على حسب حبك للعجوه وفي الحشوه. بسرعه كده شكليهم، مش محتاجه زيت ولا حاجه. العجوه مع شويه الزبده اللي فيها مع شويه القرفه طعمها ولا اروع. ودول شويه العجوه اللي صبعناهم من النص كيلو. وعلى طول هندخل على تشكيل البسكوت. خدي حته من العجين اللي انت مغطياه عشان ما ينشفش. خدي الحته وغطيها، ابرميها كده وبططيها بايدك، وبالنشابه بتاعتك افرديها. عايزه السمك بتاعها نص سنتي، وظبطي كده الاطراف، وكمان شيلي زوايد اللي على الجناب علشان يديكي كده مستطيل منتظم بالشكل ده. خدي حته العجوه بقى وبططيها شويه وتحطيها في نص العجينه، يعني ما تكونش عريضه قوي تاكل العجينه كلها. لازم تديني فرصه عشان اقفل العجينه عليها. ولو صباع العجوه ما كفاش بتزودي له حته تانية. وبكل سهوله العجينه بقى معاكي ملبن، بتتلم وبتقفل على العجوه بالشكل ده.
يعني وانتي بتشتغلي في البسكوت ده انتي بتستمتعي بعمايله، على طول بتقلبيها تحسي بقى ان الوش كده ناعم وبيلمع. اديني ضغطة خفيفة بايديكي، صوابعك بتعلم بالنشابة كده، افردي علشان تضيعي علامة الصوابع دي، وظبطي كده البسكوتة من الجناب علشان يبقى شكلها منتظم وكلها سمكها تبقى واحد. وبدي كده على حسب سمك البسكوتة، يعني انتي اضغطي لحد ما تحصلي على السمك اللي انتي عايزاه، ما تفعصيهاش قوي وما تسيبهاش تخينة قوي. وبعد ما ظبطت كده البسكوت، هاتي بقى الشوكة بتاعتك، الشكل الجميل اللي انت شفتيه ده تصوري معمول بايه؟ بشوكة، مش بأي أدوات ولا أي حاجة. اضغطي بقى بالشوكة كويس عشان يعلم، عشان لما اسوي ما يطرحش في الفرن. شيلي بالسكينة بقى أطراف الاسطوانة اللي قدامك دي وقطعي الحجم اللي انت عايزاه. أنا عملته تقريبا 4 صوابع. وعلى طول خدي البسكوتة الجميلة اللي شكلها يفتح النفس وهي عجين كده، رصيها في الصينية، بترصيهم كده جنب بعض يا دوب مسافات بسيطة، لأن دي لا هتخمر ولا هتنفش معاكي. بكل بساطة شايفين الجمال؟ الله الله الله، يا سلام. والعجينة معاكي، يعني أي حاجة فيها أنت بتصلحيها على طول. بصي كده تاني، خدت حتة من العجينة برمتها، ضغطت عليها بالنشابة فردتها. هظبط بقى شكلها، ساوي كده الأطراف وشيلي الزوايد اللي على الجناب دي علشان يبقى المستطيل منتظم بالشكل ده. هاتي بقى حتة العجوة بتاعتك، برميها، طوليها، رفعيها زي ما تحبي. أهم حاجة لما احطها تبقى في وسط العجينة، وحطي لحد ما يعني تملي الاسطوانة دي بالعجوة، بس سيبي الأطراف علشان دايما بنشيلها. شايفين العجينة ماشية معاكي ازاي؟ يعني الوصفة دي مقاديرها مظبوطة 100%، وهسيبلك مقاديرها في صندوق الوصف. اضغطي ضغطة خفيفة بالنشابة كده، افردي عليها من غير ما تضغطي جامد. أنا عايزة بس أضيع علامة الصوابع دي، وأظبط كده الجناب عشان يبقى سمكها واحد وتاخد نفس السوا في الفرن. وبالشوكة بتاعتك بقى اضغطي بس مش لدرجة انك تطلعي العجوة، يعني اضغطي تعلمي علشان تفضل في الفرن العلامة دي موجودة. بالسكينة بقى شيلي الزوائد اللي بتبقى على الحروف اللي ما فيهاش عجوة، وبصوابعك علمي وقطعي. ممكن تعملي ورقة مقياس وقطعي على مقاسها. شايفين جمال البسكوتة؟ والله تتاكل نية. رصي بقى كده، وزي ما قلنا بنسيب مسافات بسيطة بالشكل ده. انا بقى هكمل كل الكميه، مش عايزه اقول لك الكميه دي عملتها والله ما مش قادره اقول لكم، يعني ما فيش نص ساعه كان كل حاجه خالصه. وبقى طعمها مع كوبايه الشاي مش عايزه اقول لكم. بنتي لما دقيتها قالت لي والله احلى من بسكوت والكر. بصوا، افردي وحطي العجوه واقفلي واقلبي وبططي، وما تضغطيش قوي علشان وانتي بتضغطي بالشوكه بتتبطط معاكي كمان. اضغطي، ولو شكلها كده اتعوج معاكي ظبطي، اقطعي الحروف الفاضيه وكملي. طبعا كل الزوايد اللي بنطلعها دي بنرجع نعجنها تاني ونشتغل بيها تاني. والعجينه بقى معاكي ملبن، يعني لو حصلت اتعوجت بتاع انت بتظبطيها بايديك. ولو حسيتي كده انها محتاجه خطوط تاني اعملي تاني بالشوكه، يعني انا حسيت ان في حتت فاضيه رحت دايسه عليها تاني بالشوكه. وده اول صاج خلصته من بسكوت العجوه. شايفين الجمال وحلاوته كمان لما كله كده يبقى قد بعض والسمك بتاعه زي بعض. هدخله فرن 180 مسخناه من قبل كده، هياخد له خدي بالك من 15 ل 20 دقيقة. ولو طلع معاكي كده لسه لونه فاتح شوية ممكن تولعي الشواية، بس تقعدي قدام الشواية وتقلبي الصاج لحد ما ياخد كله لون واحد. يعني انا شايفه كده في بسكوتات لونها فاتح، هدخلها كده تحت الشوايه علشان انا عايزه لونها يبقى كله زي بعض. شايفين الجمال؟ امال لو شامين الريحه كمان. وهنا لازم اقول الله الله الله، يا سلام. ولما تطلعي الصاج بتحطيه كده على شبكه علشان ما يعرقش من تحت والبسكوت يطرى منك. لما تيجي تتعاملي معاه لازم تسيبيه لما يبرد تماما. ما تقوليش بقى ان هو لزق في الصاج، يا دوب كده بضغطه كده بالمقصوصه بتاعتك بصي بيطلع بكل سهوله. شوفي الجمال بقى، شوفي اللون من فوق ومن تحت. شوفي كده حجم العجوه مع العجينه مناسب جدا، وكله كده قد بعض، فشكله اكتر من رائع. وقدام اللوحة الفنية الجميلة اللي قدامك دي لازم نقول الله الله الله، يا سلام. من نص كيلو دي عملت كل ده، ولا الحوجة اللي باكل بسكوت ابو 5 جنيه اللي ما فيهوش حاجة تتاكل اصلا. شايفين اللون وشايفين الجمال؟ والله كل ده من نص كيلو دي، ده غير كمان اللي انا ما رصيتهوش. وتعالي شوفي بقى جمال البسكوتة ولونها والنقشة اللي ما ضاعتش من فوق ولا من تحت. عايزاكم بقى تتشجعوا وتقوموا تعملوا البسكوت الجميل ده وتدعوا لي. ودي كانت وصفتنا النهارده.
أتمنى إن انتوا تجربوها، ولو عجبتكم وصفتنا وأنا متأكدة إنها هتعجبكم، ما تنسوش تتابعوني، سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.